زكي فطين عبد الوهاب مأساة خاصة. بصوا، هو أنا طبعا يعني أول مرة عرفت زكي فطين عبد الوهاب كان في فيلم مرسيدس. الفيلم اللي هو بتاع يسري نصر الله، وتقريبا في شبه من حياة يسري نصر الله. وأنا كنت حبيت يسري نصر الله ساعة عرض فيلم المدينة. حبيته جدا. فيلم المدينة ده كان بطولة باسم سمرة، وكان فيه برضه زكي فطين عبد الوهاب. فرجعت شفت أفلامه القديمة اللي هو مرسيدس. أنا مرسيدس يعني فيلم بحبه جدا، يعني فيلم مرسيدس. لو حد يفتكر فيلم مرسيدس، وكان طالع اسمه نوبي. كان شعره اصفر كده، وكان امه يسرى. وهو يسرى طلع بدورين، طلع بدور امه وطلع بدور حبيبته، اللي هي فكره عقده ان الواحد بيحب بنت شبه مامته. وكان في عبله كامل كانت عامله دور خرافي. عبله كامل عامله في مرسيدس دور خرافي، وعامله في فيلم المدينه دور خرافي. وهي يعني من الناس اللي هي كان يسري نصر الله دايما بيرجع لها يعني. حتى في فيلم سرقات صيفيه يعني كانت عامله دور فظيع. انا عارف ان في ناس كتير جدا ما شافتش الافلام ديت، وعارف ناس كتير جدا ما تعرفش عبله كامل غير فلان اعيش في جلباب ابي. وهو طبعا مسلسل حلو وكل حاجه، وانا بحب المسلسل جدا. بس عبله كامل في الثلاث افلام دول اثبتت ان هي ممثله. وطبعا ما المخرج بيبقى قوي بيخلي الممثل اللي معاه قوي. نرجع لزكي فطين عبد الوهاب. فزكي فطين عبد الوهاب كان في فيلم مرسيدس عامل دور نوبي. هو كان واحد ابيض شعره اشقر، وفي نفس الوقت اسمه نوبي عشان هي كانت يسرى بتحب رجل نوبي قبل ما تتجوز جوزها، فسمت ابنها نوبي. كانت هيكل ريوكا عامله دور حلو برضه في الفيلم ده. فزكي فطين عبد الوهاب ايه مأساته بقى؟ اول حاجه هو ابن فطين عبد الوهاب. ليلى مراد اتجوزت اتنين. تمام، اتجوزت انور وجدي. كانت علاقه صعبه جدا، خناقات كتير، مشاكل كتير، وجوزت بعديه فطين عبد الوهاب. فطين عبد الوهاب هو مخرج، وهو اخو سراج منير. فطين عبد الوهاب هو مخرج الافلام الكوميدي الحلوه قوي اللي احنا شفناها. يعني اي فيلم كوميدي حلو هتلاقيه اخراج فطين عبد الوهاب. من اول افلام اسماعيل ياسين لحد افلام فؤاد المهندس. كل الافلام الكوميديا اللي اتعملت في الفتره ديت هو زكي فطين عبد الوهاب. وهو كان من الضباط، واللي هم زي صلاح ذو الفقار كده، اللي هو خدوا هوا السينما. فساب الكليه الحربيه، او ساب شغله في الكليه الحربيه، واشتغل بعد كده كمخرج، وكمخرج شاطر جدا يعني. ده ابوه. وامه ليلى مراد. مأساته ان هو ابن نجمه، وابن مخرج نجم. فحياته كلها ما كانتش سهله. هو وضح القصه ديت او قصه حياته دي في فيلم اسمه رومانتيكا. اخراج زكي فطين عبد الوهاب، والفيلم ده ما كملش. وفيلم اغلب افلام زكي فطين عبد الوهاب كمخرج فشلت فشل ذريع. فشل ذريع في الانتاج نفسها. وفشلت فشل ذريع بعد كده بالناس شافتها. فبعد كده خدوا طبعا. هو كمساعد مخرج ليسري نصر الله، وكمساعد مخرج ليوسف شاهين. وطلع في افلامهم، يعني هتلاقيه في اسكندريه كمان، وكمان طلع بدور صغير. هتلاقيه في اغلب افلام يوسف شاهين طلع بادوار صغيره. اغلب افلام يوسف نصر الله طلع بادوار كبيره شويه. ممثل مختلف، ليه لون، ليه طريقه تمثيل مختلفه. نجاحه بقى التلفزيوني مع عمل المسلسل اللي هو بتاع رانيا يوسف. ابتدت الناس تشوفه، اللي هو مسلسل اللي هو كان بطولة خالد الصاوي. المسلسل دوت كان اول بدايه لرانيا يوسف كبطوله، وكان بطوله خالد الصاوي. انا مش متذكر اسمه دلوقتي، بس هو كان بيحكي عن فرح. وهو كان جوزها الاولاني، ونجمه في يوم فرحها هو بيتجوزها. تبدا تعزم كل محبيها وكل عشاقها وكل جوازاتها السابقه. ويبداوا كل واحد نرجع فلاش باك على الحدوته بتاعته، نرجع فلاش باك على الحدوته بتاعته، نرجع فلاش باك على الحدوته بتاعته. لانها المفروض هي اتقتلت بعد الفرح. كان مسلسل في وقت عرضه كان محقق نجاح كبير جدا. وكان شهاده ميلاد لنجم كبير اسمه خالد الصاوي في الوقت ده. المسلسل دوت عمل جماهيريه كبيره جدا لزكي فطين عبد الوهاب. من بعديها بقى زكي فطين عبد الوهاب في كل مسلسلاته وفي كل الافلام دور اساسي ودور محوري، وبدات الناس تعرفه. الناس ما تعرفش ان هو مثلا من مقاسي حياته ان هو طبعا ان هو اتجوز سعاد حسني. وليلى مراد خلته يتطلق منها، والموضوع دوت سبب له ضرر نفسي كبير جدا، كبير جدا. الفيلم اللي هو بتاع رومانتيكا اللي هو كان عامل دوره ممدوح عبد العليم، كان عامل نفس الشكل. وكان حتى يعني جايبين صور ليلى مراد ان هي امه، وجايبين مأساته اللي الناس بتعامله ان هو ابن نجمه. فمش الناس مش مدياله الاحترام والتوقير اللي هو يستحقه، وان هو ليه رؤيه مختلفه جدا عن والده. وكان بيحكي عن ان ابطال يعني انت ما تكون والدتك
نجمه وانت عايز تاخد طريق مغاير او طريق سينما مختلفه، فالموضوع دوت بيكون صعب، بيكون ان هم عايزينك تبقى تجاري بس. فانا عايزكم تشوفوا تاني مسلسلات وافلام زكي فطين عبد الوهاب. شوف فيلم مرسيدس، هتعرفوا ان انتوا قدام حاله من حالات القسوه الانسانيه في حياته اللي اتحولت لفن. الله يرحمه، انا كنت بحبه جدا وكنت بحب تمثيله، وهو كان ليه طريقه تمثيل مختلفه جدا يعني.